كابتن، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله. الحمد لله كابتن، الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله كابتن. كنا عايزين نتكلم مع بعض كده، نقعد مع بعض نشوف هنعمل الفترة اللي جاية والامور ان شاء الله تتظبط كده والامور تبقى كويسة. انا مسافر العمرة بكرة. ايوه السبت. يا الله. تيجي امتى ان شاء الله؟ حاجة السبت لحد اكون معاك. طيب ماشي باذن الله. وانا ما تقولش بالك، انا عارف ان في حروب من المجلس نفسه، وانا مساند جمال علام في قراره. جمال علام مصر ومتمسك بوجودك، اسمه جمال الغندور طبعا عامل يعني ايه تكتلات عشان يجي. احمد من ناحيه، كذا عضو كده من ناحيه. كابتن حسن فريد النهارده كلمته، ومحمود الشامي وحماد المصري، يعني معامل لوبي ليك انت جامد. بس احنا عاوزين المرحله الجايه ده نعديها. يعني بص، امبارح محمد فاروق كان 10/10 محدش يقدر يتكلم. كلمته من جوه الوصول، قلت له اظن ما قالش كلام. ده طلع مع خالد الغندور ماله؟ قال تحكيم محترم، وخالد الغندور بيقول له طب مش عارف ايه والحكايه، طب المبالغ اللي انت هتجيبه قال فيها انا مش دعوه بالرشوه. انا متفق مع المجلس ان هيمشوه في يناير، ولكن هو بالنسبه للرشوه ملوش دعوه بالرشوه. الرشوه دي كان حكام ومتفقين على عايزين يحطموا النادي وعايزين يخسروا النادي والكلام ده، ولكن ايه ملوش دعوه بالرشوه خالص. هو بعيد قوي عن الموضوع ده. تمام. لا بقول لك هو غلبان. خليني اتكلمت معاه، انا قعدت معاه قلت له عشان خاطري هجيب لك مين؟ عاوز تجيب على جمال غندور ايديك ولا عصام صيام؟ يا عم الكابتن يكفي انك واحد نظيف. اصله مش قلت له طب بعد اذنك انت ليك حاجه واحده قبل الماتش، احنا مش هنجيب. قال لي انا مش عايز حد يحكم لي، انا مش عايز حد يبقى عليا. قلت له جميل، هنجيب لك حكام دوليين محترمين. وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه. اللي هو مين؟ ماتش الزمالك والمقص. جايب له مين؟ جايب جريشة. زي الفل. ملوش حاجه. زي الفل. احسن كده. احسن زي الفل كده. زي الفل. ما تقولش لحد خالص كلام ده. لا انا اقول لك انت بس. انا بقول لك انت بس. انت عارف ليه انا بسكته بالكلام ده ليه؟ عشان يبعد عننا. ما هو خلي بالك هو برضه سم. انا كده عشان اعرفه اللي بيعمله معاك الكابتن مش هيعملوا معاك اللي انت خلي بالك ان الشوبير كان بيقول لي طب انت هتلاعب جهاد اللي راح لمرصدة الصوان والبتاع عشان يسانده. قلت له يا كابتن شوبير انا عندي جهاد حكم محترم وحكم كبير. ما سمعتك قلت له احسن امنه. انت قلت له امنه على رقبتي. سمعتك يا باشا. كلام محترم ان شاء الله. بص ما تشغلش بالك. وخلي بالك انا لما بلاقي في خطر بعمل لوبي. انا عامل لوبي دلوقتي. كابتن حسن فريد، استاذ جمال علام، محمود الشامي، حماده المصري، معاك قلب وخالد لطيف لما يجي من السفر، وصحر الهواري. مش قدامنا ضدنا. يهمني انت يا كابتن، يهمني انت بس. اهم حاجه يا باشا ما تشغلش بالك ولا حد يقدر يجي. يلا يا كابتن نشوفك لحد ان شاء الله. ماشي ان شاء الله تيجي بالسلامه ان شاء الله يا كابتن باذن الله. بس خليه يهدى بس كده.